كذا عشان تطلع معكم. وما شاء الله شوي شوي. شوفوا الكبسة، شفتوا شلون كذا قوامة؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه اللي قالوا لك كبسة الهام. شفتوا شلون رخوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف حالكم؟ إن شاء الله انكم بخير وصحة وعافية. لا إله إلا الله. اذكروا والله وصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف حالكم يا الغاليين؟ إن شاء الله انكم بخير وش علومكم. اليوم طبقنا هو كبسة الهام اللي طلعت هبة، طلعت ترند هالأيام، الشهيرة اللذيذة بالمرة، مقادير جدا بسيطة وسهلة. وهذه هي مقاديرها. شوفوا دجاج، أهم شيء الرز يصير أبو بنت، الرز أبو بنت الأمريكي، لا إله إلا الله. الصلصة، بصل، بهارات ناعمة، بهارات مشكلة، فلفل أسود، كركم وملح خشن. وهذه البهارات العدلة. شوفوا بتكلم لكم عن البهارات هذه الموجودة بمتجر ماما سارة. اللي ما تحب التكشين، ما تحب ريحة البصل، ما تحب شيء، تاخذ من هذه جمع وتحطه بالقدر وتحط عليه زيت وتحمسه. ما شاء الله تبارك الله. حتى الطماط فيه. شوفوا، فاللي ما تحب التكشين تاخذ من متجر ماما سارة بديل التكشين حب، او اللي تبي تحط مع الدجاج او اللحم. ما شاء الله تبارك الله كل شيء فيه، كل شيء فيه. فيه ورق الغار، فيه الكزبرة، فيه الكمون، فيها الدرسين، فيها كل شيء. شوفوا حتى الطماط فيه. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو موجود بمتجر ماما سارة اللي حاب يطلبه. وهذه هي المقادير، وإن شاء الله ببدأ معكم الآن بحول الله. اليوم أنا بطبخ الكبسة بقدر الضغط، أسرع لي بما أنه دوامات اليوم وهذا، فسريع سريع. شوفوا هذه البهارات، شفتوا اللي قلت لكم عليها، الليمون أسود فيها، الدرسين فيها، لا إله إلا الله، الكزبرة، كل شيء. الفلفل الأسود باخذ شوي منه وبحطه بالقدر على الزيت لين تطلع ريحته، بعدين أحط لا إله إلا الله البصل العادي. شفتوا كل شيء به، كل شيء. يعني تبي تريحت بالمرة، خاصة المبتدئات التاليات ذول اللي ما يحبون التكشين ويحبون ذا، تبي تريحهن بحول الله وقوته. الحين إذا طلعت ريحتهن شوي حط البصل والثوم فيه. ما شاء الله تبارك الله. إذا طلعت الريحة أحط عليهن البصل العادي. كثروا الزيت شوي، كثروا الزيت شوي. وهنا انحمست البهارات، بس ما ابيها تسود تحترق عشان ما تغير علي لون الكبسة. الحين احط البصل العادي وحمس لين يذبل. ما شاء الله تبارك الله. شفتوا لا اله الا الله. حتى الطماط فيها بهارات بديل الكشنة، حتى الطماط به، كل شيء به، يعني ما تحتاجين شيء ابد. ما شاء الله تبارك الله. تطلع كبسة واللحم والدجاج ما في زفرة ولا في شيء ابد. خلي البصل ما يحترق، بس يصير بني لونه عشان يعطي الكبسة لون بالمرة حلو بالمرة. بخليه الحين على نار هادية لين يتحمر. شوفوا متابعيني هنا تحمر البصل، صار بني. عاد انا ما بيصير اسود مرة عشان ما يمرر، لا اله الا الله، بالكبسة يعطيها طعم كويس. الحين احط علبة صلصة، علبة كاملة صلصة. الكبسة لازم تصير حمراء، لازم تحمسون لا اله الا الله الصلصة عشان تروح لذوعته والحموضة اللي فيها. احمسوها كذا قبل تحطون الدجاج. شفتوا الحين انحمست. الحين احط الدجاج، اللي الدجاجة الواحدة قطعته 8 قطع. الرز اللي بستخدمه بكبسة الهام هو أبو بنت. شوف الرز الأمريكي هذا هو، كبشروه، موجود بكل السوبر ماركات وبالبقالات اللي بالحواري وبكل شيء. شوفوا هذا مقياس يا لقيس، هذا مقياس أنا أخذته من أمي، ورثته من أمي الله يغفر لها ويرحمها. علبة أناناس كبيرة، أبى أحط 2.5 من هالرز هذا، 2.5 من هالعلبة. شفتوا هنا 2.5. الله يغفر لأمي وأمهاتكم أمهات المسلمين. الحين بغسله وأنقعه مع حار ضروري، نص ساعة، ساعة، على حسب ما تبون. بعد ما تكشن لا إله إلا الله البصل والصلصة. الصلصة ضروري تحمسونها قبل الدجاج عشان تروح حموضته وتروح نكهته ويروح كل شيء.
الحين بحط الدجاج اللي قطعته، الدجاجة الواحدة قطعتها 8 قطع، 8 قطع عشان بكبس عليها، أنا بكبس عليها الرز. شفتوا؟ دجاجة عادية بس قطعتها. شفتوا هنا حطيت الدجاج، والحين بحط البهارات. شوفوا البهارات اللي قلت لكم عليها، بهارات مشكلة وفلفل أسود وكركم وملح. الملح الخشن هو اللي يملح متابعيني. الحين أقلب الدجاج مع البهارات ومع البصل لين يختلط بالمرة، ياخذ نكهات بعض. وبالأخير أبحط صويا معتدلة مع الرز، شوي تقريبا ملعقتين. شفتوا؟ صويا معتدلة، مي بحلوة، لا تقريبا ملعقتين. أكشنهن مع الدجاج. شوفوا الصويا، ها صويا معتدلة. شفتوا هذا الرز غسلناه كم من مرة، والحين بحط عليه ماء مغلي أنقعه نص ساعة ساعة. متى ما جيت أكبه، كل ما طول بالنقع كل ما صار أزين. ولا بحط عليه ملح ولا شيء، أبي حبة لين ويصير فيها موية. ما شاء الله تابعيني، ما شاء الله تبارك الله. شفتوا اللون والريحة، ما أحكي لكم، ما شاء الله تبارك الله. اختلط الدجاج مع البهارات مع الصلصة مع الصويا وكل شيء. الحين أصب عليه ماء عادي، صبي ماء عادي من البزبوز، مو هو بمغلي، لأن المغلي يأخر استواء اللحم والدجاج، ولا تخلي البهارات تدخل ولا الملح ولا شيء. فأنا هذه طريقتي من تالي، أحط على الدجاج أو اللحم ماء عادي عشان ما تكمش الحمى والدجاج ولا يدخله أي شيء من التوابل والملح. حطيت غلاية لتر ونص. شفتوا؟ بقدر الضغط 12 دقيقة فقط وسكر عليه. 12 دقيقة بقدر الضغط، بالقدر العادي نص ساعة. خلاص الحين غطيت قدر الضغط وخليه 12 دقيقة. من يبدأ يتستس، لا بدأ هذا يتستس خلاص أحسب له 12 دقيقة، بعدين أطفيه. الماء لازم يصير كثير لأن الكبسة رخوة يصير فيها ماء. بوريكم إن شاء الله كل شيء بحول الله. وهنا مر على الدجاج 12 دقيقة وسكرته خلاص. شفتوا هنا فتحت القدر، ضبطت الملح. لازم تضبطون كل شيء قبل تكبون الرز، عشان إذا كبتوه ما يمديكم تسوون شيء. فأنتم ضبطوا الملح. شوفوا بحط لي قطعة سمنة، وضبطوا الزيت، وضبطوا كل شيء قبل تكبون الرز. الحين شوفوا الماء قاعد يطبخ. الحين بكب الرز عليه، بكب الرز. بسم الله، اللي غسلته ونقعته معكم. شوفوا الماء كثير لأن الكبسة رخوة يصير فيها ماء. شوفوا حطيت تقريبا إصبعين زيادة فوق الرز. خلاص كذا بكتمه، أخليه يطبخ 10 دقائق. بعد ما يتستس بعدين أطفيه وأخليه بالقدر 5 دقائق وأغرفه معكم أوريكم شلون. لازم الرز يصير كثير فوق الرز، تقريبا بصبعين فوق الرز. لازم الماء يصير كثير، لأن من مميزات الكبسة إنها تصير رخوة فيها ماء. خلينا نشوف كبسة الهام بعد ما مر عليه 10 دقائق بقدر الضغط. بفرغ الهواء وأوريكم. بشوف بعد ما فتحناه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوف الكبسة فيها موية، لكن لا تخافون. إذا أنتبناه وغرفناه تبي تختفي كل الموية، تبي تصير الكبسة ذايبة. ما شاء الله تبارك الله، رخوة، مو الكبسة اللي ناشفة، لا، هذه هي ميزة كبسة الهام. ما شاء الله تبارك الله. الحين خلاص بسكر عليها وبغرفها كبوة كذا كب. وما شاء الله تمتعوا بألذ كبسة بالوجود كذا عشان تطلع معكم. وما شاء الله شوي شوي. شوفوا الكبسة، شفتوا شلون كذا قوامة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه اللي قالوا لي كبسة الهام. شفتوا شلون رخوة؟ خلونا نفرق. شفتوا رخوة فيها موية. ما شاء الله تبارك الله. الدجاج ذايب. طبعا ما ينحط عليها كشنة ولا ينحط عليها شيء أبد. ما شاء الله تبارك الله الكبسة. شفتوا ولا ما شفتوا؟ ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي قالوا لكم كبسة الهام. ما شاء الله جدا لذيذة جدا، مو بشوي. طبقوها ما راح تندم.